أبا سعيد، ما لي أراك مهموما؟ الحياة وما أدراك ما الحياة. الحل موجود يا أبا سعيد، موجود. أين المفر؟ المفر إلى الله عز وجل. الأخ الحبيب، نصيحة لي وللأخ حبيبنا أبو السعيد وإلى من يشاهد هذا المقطع: الحل في طاعة الله عز وجل، الحل في ذكر الله عز وجل. أزح الهموم الجاثمة على صدرك بذكر الله عز وجل. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. السعادة يا أبا سعيد في طاعة الله، في ذكر الله، في القرب من الله عز وجل، هنا السعادة. اللهم اكرمنا الله. يا رب اسمعنا الصلاة على رسول الله. يا من تبحث عن السعادة، يا من تبحث عن الراحة، الحل في طاعة الله، الحل في القرب من الله، الحل في المساجد، الحل في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا من تبحث عن السعادة، السعادة في طاعة الله، في القرب من الله. كيف تبحث عن السعادة وأنت لا تصلي؟ كيف تبحث عن السعادة وأنت تسمع المنادي حي على الصلاة وأنت لا تذهب إلى صلاة الجماعة في المساجد؟ كيف تكون سعيدا وأنت بعيد كل البعد، تبحث عن حطام الدنيا وعن فتات الدنيا وتترك طاعة الله عز وجل بسبب هذه الدنيا؟ أسمعنا الصلاة على رسول الله، ولا تنسى ذكر الله عز وجل. ففروا إلى الله، هو هذا الحل. ففروا إلى الله، هذا هو الحل. بارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. أخونا أبو السعيد نازح من الشمال، من حسنات الحرب أني تعرفت عليه. جزاكم الله خير، حياكم الله وبياكم. سبحان من جمع هذه القلوب على طاعته، ومن جمعنا حول طاعته. سبحان الملك. لا تنسى ذكر الله، ولا تنسى أن تكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انشروا هذا المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. بارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وجزاكم الله خيرا.